الحكايه كلها عن الحجاج ان هو كان في يوم كان في رحله صيد، وشاف غلام كان قاعد حوالين 9 كلاب كده حواليه، قاعد في ملكه ومنقطع براحته كده يعني. فالحجاج نهره، اللي هو انت ما تعرفش انا مين وازاي معدي كده وانت ما يعني ما قمتليش. بيقول للغلام اما عرفتني؟ فالغلام قال له لا ما اعرفكش. قال له انا الحجاج بن يوسف الثقفي. رد عليه الغلام وقال له ايه بقى ببلاغه يعني: عرفتك بسواد وجهك لانك اتيت قبل ان تلقي السلام. فالحجاج اتجنن، راح امر بالقبض على الولد وخد الولد وقبض عليه. وبعد شويه طلب ان الولد يجي يدخل عليه في وسط الحاشيه بتوعه عشان يبدا ايه ان هو يحاكمه يعني. اول ما دخل الولد فالقى السلام فما حدش فيهم رد عليه، فراح قايل لهم ايه من القران: أتبنون بكل ريع ايه تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين. فالناس اللي هو ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ بعد نقاش مع الحجاج طويل، الحجاج اعجب بلغته وفصاحته وطريقه كلامه وردوده، فامر بصرف مكافاه ليه. فالناس اللي قاعدين قالوا له ايه: افرح وقول كلمتين في حق الحجاج. فراح قايم واقف وردد الحجاج وقال له ايه: بيض الله وجهك واعلى كعبك ولا اريد مالك هذا. وراح انصرف وخد بعضه ومشي. فكل اللي قاعدين استغربوا من تصرفه، بس حلوه الدعوه. قام الحجاج قال لهم ايه: الحجاج كان متضايق قوي، قال لهم انتوا عارفين هو قال ايه؟ فالناس مش فاهمين. راح رد عليهم وشرح لهم الموضوع، قال لهم بقى: بيض الله وجهك معناها يعني اصابك الله بمرض البرص، واعلى كعبك يعني يا رب تتشنق، فلما تتشنق بيبقى كعبك عالي، فهو شتمني وانتم مش عارفين. المهم ان انا في الاخر احمد وائل ماركتير وبحاول يكون ليا فيديوهات على النت.